ليه واحد هيبقى عايز يبيع عربية بعد ما جابها ب5000 كيلو؟ هنسميه الباشا، خلينا نسميه الباشا. شايف حاسسها عيب يعني. الباشا نفسه في عربية جديدة ولكن مش معاه تمنها. هو باشا لكنه مش معاه تمن العربية دي جديدة، فبيسكرول عادي لقى المعرض الفلاني حاطط العربية دي كسر زيرو ماشية 5000 كيلو، يعني ما فيهاش الهوا. الباشا خد بعضه وطلع على المعرض. تعال احكي لك بقى من جوه المطبخ ليه واحد هيبقى عايز يبيع عربية بعد ما جابها ب5000 كيلو. حالتين يا باشا. الحالة الأولى هي إن الراجل ده بعد ما اشترى العربية اكتشف إن هو مزنوق في فلوس وقرر إن هو يبيع العربية. نصيبك مبروك يا سيدي. هي دي اللقطة. طيب الحالة التانية إن العربية دي هروب. الملك الأول بعد ما اشترى العربية دي اكتشف إن فيها عيب في الفتيس في الكهرباء، توصل إن العربية دي قنبلة لازم يرميها في حجر أول واحد يشوف. معالي الباشا هتدخل المعرض. البياع هيستقبلك. عربية ماشية 5000 كيلو ما فيهاش الهوا، الكلام كله على العداد. عايز منك طلب واحد بس، تدخل بسؤال هيكهرب القعدة. طيب احنا محتاجين نعمل فحص حالة شامل. معلش لو بدأ يلف ويدور والعربية جديدة و5000 على العداد وكل الكلام ده، تقول له شكرا ومع السلامة. يا باشا العربية لسه في الضمان، ماله التوكيل، العربية لسه جديد. اشكرهم وامشي فورا. المعرض مش فاتح عشان يوفر لك تمن الزيرو، ده مبدئيا. المعرض لما بيشتري عربية كسر زيرو من عميل بيشتري مخاطرة، يحاسب العميل عليها، يحاسب المالك الأول على المخاطرة دي، وبعدين يرجع يبيع لك أنت المخاطرة مرة تانية. بس الفرق هنا إن أنت مستهلك، عميل مش معرض، فأنت عمرك ما هتبقى أنصح من المعرض. معلش شغلانته. فمعلش كسر الزيرو فخ كبير جدا جدا جدا، بالعقل بالمنطق بالحسابات فخ كبير. أنت حيرتني سيني دلوقتي. أنا عايز أجيب عربية جديدة بس مش معايا تمنها، أعمل إيه؟ لأ، في مليون حل يخلّوك تاخد العربية اللي أنت عايزها، اللي أنت حاببها وزيرو من غير ما تروح يضحك عليك في كسر الزيرو. طيب حلول زي إيه؟ هاقول لك المرّة الجاية. مبروك مقدمًا.